يعني فيك توضح لي أكثر؟ لأنه حاسس حالي بصراحة عم بفهم غلط عليك. يعني أنا ما عم بفهم شو اللي حكيته غامض. مش قصة غامض بس غريب. شو الغريب؟ يا أخي بالوقت اللي كل شركات النقل عم بتحول عن مرفأ اللاذقية وعم تدفع مصاريف زيادة لحتى تحول عن الخطر بمرور بضياع بالأراضي السورية، جاي أنت تعمل العكس. وين المشكلة؟ المشكلة إنك عم بتخاطر. على علمي أنا شركات التأمين ما عم بتغطي حوادث السطوة اللي عم بتصير على القوافل التجارية بحجة إنها تحت بند الإرهاب. لك يا أخي، يعني أنت بدك تخاف على بضاعتي أكثر مني. ما عم بفهم عليك يعني. لا عفوا يا أستاذ، ما هيك قصدي. بداية هذا شغلك ورزقك وأنت حر، بس أنا واجبي إني حذرك من مخاطر النقل بهالفترة. لا تاكلها، لأنه أصلا البضاعة اللي بدنا ننقلها يعني ما حدا له طمع فيها. لا، اللي بده يسطي عليها مش ضروري ياخدها ليستخدمها. عم بسمع كتير قصص وروايات عن أتوات عم تضطر شركات النقل إنها تدفعها هون وهونيك لحتى تمرق بضاعتها. هلا الحقيقة إنه هذا الكلام فيه مبالغة شوي، ما بخبي عليك صار حادثة حادثتين، بس عموما إنه طريق النقل والعبور مأمن. بعدين أنا يعني شو هالبضاعة اللي بدي نقلها؟ يا دوبها بتطلع كونتينر واحد أو اثنين. بعدين أنت بدك تفكر بالقصة، أنا إذا بدي أنقل هي البضاعة على العراق عن طريق البحر يعني رح تكلفني كتير. خلص أخي، مثل ما بدك. قلت لي البضاعة جاي من قبرص؟ أي نعم. معناتها بدنا صور عن الفواتير وشهادات المنشأ والتعهد الجمركي، ونحن جاهزين نبلش. كل الأوراق المطلوبة يومين ثلاثة بتصلك من مكتبنا بدبي إن شاء الله. ماشي؟ يلا. شو عم تعمل؟ لا يا رجل، نحن شايلينك كبيرة. يلا سلامات. مع السلامة.